مشيت زنزنت من الاخر. حنا كتعجبنا حاجه فابور. انا فاش مشيت باغا نصاوب سناني هنا في لاسبان طلبوا لي 13 مليون، قالوا لي باش نقادوا لك سنانك 13 مليون. انا قلت اوكي نصاوبهم معليش، ولكن فاش تواصل معايا بدون ذكر الاسماء هذاك السيد وطمعني اجي نصاوب لك اسنان، نصاوب لك احسن كاليتي والى اخره، طمعت. وشكون اللي كيقضي على الطماع؟ الكذاب. الكذاب كيقضي على الطماع. فهذه هي الغلطه اللي انا ارتكبتها في حياتي، ما نكذبش عليكم. عمليه الانف ما نكذبش نجحت ليا الحمد لله يا ربي، ما جاتني حتى شي حاجه من بعد انا العمليه. راه كاين الحكومه مسكينه جاتها انفيكسيون من بعد العمليه الاولى، ومشات عندهم عاوتاني باش حيدوا، راه كان كيتقيح ليها نفهم مسكينه. المهم هادشي تهضر عليه هي، انا ماشي شغلي في حياه الحكومه، انا غنهضر على الغسلطه ديال لاطاي ديالها، نيفها تهضر عليه هي. ولكن كنقول لكم زعما انا الحمد لله نيفي نجح ليا، انا نيفي نجح ليا حيت انا انسانه محظوظه. والله انا ربي تيبغيني، انا ربي كيبغيني، لانه بزاف ديال الناس مساكن كيف ما شفت واحد الفيديو ديال واحد السيد قال لك شحال من وحده صوتها ما يقدرش يوصل، ما تقدرش تهضر، ما عندهاش مواقع التواصل، مزوجه مثلا خايفه من عائله راجلها، خايفه من الراجل، ما تقدرش تهضر، ما تقدرش تنوض وتقولها شنو وقع ليا وشنو وقع ليا وخسرت الفلوس. كاين اللي تسلف باش يمشي يدير العمليه، كاين اللي العام كامل هو خدام باش يمشي يدير العمليه، وفي الاخر العمليات فاشلين. هادشي كله اكتشفت مع المده ان هادوك الاطباء اللي كيخدموهم في اسطنبول كيخدموا الاطباء اللي ما عندهمش اكسبيرينس، يعني اطباء اللي بحال دابا انت كتجيب طبيب تخدمو عندك كتجيب ارخص طبيب. علاش مثلا في المغرب العمليات ديال التجميل غاليين؟ الناس كلشي كيتشكى كيقول لك المغرب فيه العمليه غاليه، الشفط كيطلبوا لك 10 المليون ولا 13 مليون باش يديروا لك الشفط، لانه فيه اطباء زوينين، فيه اطباء زوينين. وكيف ما كتعرفوا في المغرب مثلا حنا ما عندناش السيغورو، ما عندكمش مثلا في المغرب ماشي بحال اوروبا عندنا مثلا حنا الانسان كيتعالج فابور. في المغرب خصك ضروري تخلص، يعني حتى الماتريال في المغرب الطبيب فاش كتكون عنده الاكسبيريونس حتى باش يدير عياده ويدير ماتريال راه كتقام عليه بزباله ديال الفلوس. اما في اسطنبول التجميل في اسطنبول اليد العامله ديالهم، يعني الناس الاطباء اللي كيجيبوا غير هذوك اللي يلاه كيتعلموا، اللي يلاه خداو مثلا دبلوم ديال طبيب، ولا يلاه تخرج كطبيب باقي ما عنده اكسبيرينس فالو عليه، كيلعبوا في الناس كيف ما بغاو. فانا كنقول لكم ردوا البال، ثم ردوا البال. انا كنهضر على اسطنبول بصفه عامه، انا ماشي شغلي. سميت الرئيس ديالهم الا بغى الرئيس ديالهم يتقلق يعاودها لراسو، انا ماشي شغلي. ولكن يا اخي الرئيس ديال اسطنبول التجميل عندكم صفر ثم صفر.